حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اتحدى لو في اهلاوي كان متوقع انه هيكسب دقيقة زيادة فوق الوقت اللي بدل الضايع علشان الاهلي يجيب الجول، مش ان الحكم قاصد، مش ان الحكم عايز، انما الكون عايز، البشرية عايزة. أسوأ فريق كان بيلعب النهارده النادي الاهلي، كان بيلعب لعب سيء جدا، ونادي البنك الاهلي كان بيلعب بشرف وبعزة وكرامة، وفي النهاية الاهلي يكسب. انت عايز تقول لي انه الاهلي يستحق ان يفوز اليوم؟ بس انا جوايا والله انا كنت بتفرج على الماتش جوه، واقف خلاص الماتش خلص، الدنيا انتهت، وهقول الف مبروك والعداله تحققت في الاستاد، وفجاه كالعاده شربناها. نعرف ريال مدريد دقيقه 95 الوقت كان انتهى، الوقت كان خلص، واوف سايد بقى ولا مش اوف سايد، تنقط حاجه تشل، حاجه تتعب، حاجه تزهق، حاجه تخليك ما تتفرجش على كرة تاني. كلنا والله العظيم قاعدين نبعت لبعض مسجات، اقول له يا عمي، واحد صاحبي قلت له لا خلاص، قال لي لا لا لا، وبعدين بعتنا لبعض كلام بعد ما دي يعني هي كلمه من 3 حروف كلنا بعتناها. مبروك للعب الجاد، مبروك للعب للفوز، ولا عزاء لإضاعة الوقت، ولا عزاء للتحكيم الجبان. هزمنا البنك الأهلي 2-1 في زائد 96 في آخر لعبة في الماتش. إصرار. أنا عايز الأهلي يرجع زي زمان يا جماعة، كنا ناسينا خلاص موضوع زائد 90، فعلا كنا قربنا ننساه. الحمد لله، جول يساوي دوري بإذن الله، جول يساوي فارق نقطتين يفضلوا زي ما هما. بيراميدز كسب في بتروجيت 2-0 بسهولة بعد ما حكم الفيديو الدسوقي اللعنة القذر ألغى هدف صحيح لبتروجيت في الشوط الأول، ألغاه بالفار، والحكم طبعا بسيوني ما انتوش عارفينه. احنا الحكم بتاعنا محمود ناجي اللمسة لصالح البنك الأهلي فاول، وطاهر محمد طاهر يتضرب ضربة نار ما تبقاش حتى فاول، مش بس ما فيش انذار، لا ده مش فاول، وبنالتي لقفشه عادي تعدي، وبنالتي لجراديشار تعدي، وبنالتي للشحات تعدي. ما هو خلاص الاهلي ملطشه. والله يا كابتن خطيب من غير حكام اجانب لماتش فاركو هنعيش المعاناه بتاع ماتش النهارده، وهنعيش المعاناه بتاع ماتش سيراميكا. فاضل 11 يوم، لازم حكام اجانب مهما كان باي ثمن، قولوا لنا واحنا ندفع. جمهور الاهلي مستعد يدفع، بس ما نبقوش تحت رحمه الحكام زي الصباحي على الفيديو ناجي في الملعب. لكن في ال5 دقايق دول لاعب منهم ضيع وقت فخد انذار لإضاعة الوقت، وراحوا عاملين كمان تغيير، فبقى عندك في إضاعة وقت وبقى عندك تغيير جوه الوقت بدل الضايع. فلازم الحكم يزود الوقت الضايع على الأقل دقيقتين. في الدقيقة الأولى منهم الحمد لله الهدف الثاني للنادي الأهلي.